إشي. مرحبا يا حلوين، كيفكن اليوم؟ أنا ديما مديلالو.com، بتمنى تكونوا كلكم رواق الرواق اليوم وكل يوم. بهذا الفيديو أنا عم بعمل هير ستايل عملته على الشانل الإنجليزي تبعي من تقريبا سنتين أو أكتر. كنت هيك عم قلب بالفيديو تبعوني، قمت شفتوا لهذا الهير ستايل لقيته كتير ناعم وإنه هيك كتير سهل كمان وكول وبنعمل كتير بسرعة، فحبيت ارجع اعملكم اياه، وكمان انه بطريقة يعني مناسبة حتى اني ارجع اعيده هداك الفيديو، لانه كنت ما بعرف شلون هيك عم اتعامل مع الكاميرا بطريقة كتير غريبة، كل وقت هيك عم هز راسي. Hi, my name is Dima and I hope you guys are all doing well. كتير هيك كان التأديب تبعي مصطنع وما كنت على طبيعتي، يمكن لانه كنت لساتني مبلشة جديد ومالي متعودة على الكاميرا. Anyway, حكيت كتير والمقدمة صارت طويلة. إذا حبيتوا هذا الهير ستايل بليز خليكم عم تتفرجوا، لا تنسوا تعملوا سبسكرايب وتعملوا لايك الفيديو إذا حبيتوا، وتعملوا لي فولو على السوشيال ميديا تبعي. بحبكم، خلينا نكمل. عم بلش بإني أفصل كم خصلة من على اليمين ومن على الشمال من الغرة، وعم بقسم الشعر كله لنصين، والنص التحتاني رح أربطه ديل حصان ربطة قوية. وهلأ رح أخذ خصلة من ورا الخصلة اللي تركتها يعني الغرة، بقسمها ل3 خصل، وببلش جدولة هولندية بجدل تحت الخصلة النصانية. أول كم عقدة ما بضيف خصل، بعدين ببلش ضيف خصلة، باخد خصلة من الشعر من فوق بضيفه الخصلة الفوقانية بجدل تحت الخصلة النصانية، برجع باخد خصلة من تحت بضيفها الخصلة التحتانية وبجدل تحت النصانية. ودائما لازم تتأكدوا انكم مرتاحين بالطريقة اللي ماسكين فيها الخصل مشان ما تتلبكوا بإضافة الشعر. شوفوا هلا دائما عم اضيف شعر للخصل البرانية يعني اللي من فوق ومن تحت، وعم اجدل. رح اضل جدل هلا بهي الطرف لحتى اوصل تقريبا للنص، حتى لو طلعت اطول شوي من النص مو مشكلة. ربطتها بمطاطة صغيرة، وهلا عم بعمل نفس الشي على الخصلة الثانية او على الجهة الثانية. بعدين بوصلهم اثنيناتهم ورا بالنص تمام، بربطهم مطاطة مع بعض وبقيم المطاطة الأولانية. وهلأ عملت مثل فتحة ومرقت ديل الحصان اللي عملته بالأول فيها، وأخذت خصلة ولفيتها حواليها الخصلة من ديل الحصان الأساسي مشان خبي المطاطة. عم شده شوي هيك لديل الحصان، وثبت الخصلة بملاقة شعر. هلأ بس عم بعمل لها كيرلينج للغرة، حطيت ديل اللو تاتش، زبط الغرة لأنه كتير طولانة مالي عم بعرف بقى قصة بس هيك ثبتها على جنب ملاقة شعر وخبيتهم للشعرات وخلصت. شو رأيكم؟ بتمنى تكونوا حبيتوا هذا الهير ستايل، لقيتوه سهل ومهضوم مثل ما انا هيك ملاقيته. خبروني بالتعليقات تحت الفيديو لانه كتير دائما بحب اسمع منكم واسمع شو رأيكم. واذا حبيتوا هذا الفيديو لا تنسوا تعملوا له لايك، ومثل العادة تعملوا سبسكرايب وتعملوا لي فولو على السوشيال ميديا مثل ما قلت لكم المقدمة. شكرا كتير لانكم تابعتوني، بشوفكم الاسبوع الجاي. باي.